الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. هم النور، هم النور، نور الله جل جلاله، هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر، فلولاهم لم يخلق الله آدما، لم يخلق الله آدما، ولا كان زيد في الوجود ولا عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بودي نقدم مقدمة سريعة لفهم المنظور القرآني وبيان مفاتيح الكشف عن الدلالات القرآنية. لاحظوا إخواني وأعزائي، الكلام الذي نتكلم به، المفردات التي نطلقها
المراد منها إيصال مفهوم من ذهن إلى ذهن آخر. إذا أردنا التحاور والتفاهم وبيان المعاني ونقل المعلومات نحتاج إلى وسيلة، هذه الوسيلة هي التي تنقل المعاني الموجودة في أذهاننا. ولذلك عرفوا أهل اللغة الجملة بأنها هي الكلام المفيد دوال، وهذه الدوال يجب الوقوف عليها في تفحص المعنى المنقول من ذهن إلى ذهن آخر. عند ذلك يخضع الكلام لإرادة المتكلم لا لإرادة المتلقي. خليني أقف معكم في هذه النقطة. وطبعا هذه جاي يسبب لنا مشاكل حتى بحياتنا اليومية، وهي أن الكلام إنما يراد به ويؤخذ باعتبار إرادة المتكلم للمتلقي، ولذلك يقال يحسن السكوت عليه. يجب على المتكلم أن يكون بليغا، يجب على المتكلم أن يوصل بمفرداته تمام المعنى، أن لا يكون هناك شائبة في بيان المعنى من خلال الألفاظ. مثل ما الواحد من عندنا إذا أراد الخروج يلبس ثيابه، وهذه الثياب تكون على مقاساته، تبين قيمة ما يلبس، تبين جمالية هذا الإنسان، وتبين حقيقة هذا الإنسان. ولذا كل واحد يلبس ثيابه. كذلك الألفاظ يجب أن تخلع من قبل المتكلم لتستبين المعاني التي يريد إفاضتها وإبانتها. ثم يجب على المتلقي أن يأخذ المفردات ويفهمها من خلال إرادة المتكلم، لا أن يتقول هو على أصل المعاني. هسه تقول مثال أريد. في واقعة صفين الكل مركوز في ذهنه، الكل يعرف جيدا حديث النبي الأكرم اللي بلغ من الشهرة ما بلغ، فكان محلا للكلام في كل أوساط البلاد، الكل يعرفه صغير كبير. قول النبي الذي بلغهم: يا عمار تقتلك الفئة الباغية من أمتي. لما قتل عمار سلام الله عليه، لما استشهد في واقعة صفين، خب بعد طبق الحديث: يا عمار تقتلك الفئة الباغية. قتل عمار في واقعة صفين على يد جيش معاوية. خب نادى المنادي: إذن من هم الباغون؟ تقتلك الفئة الباغية. من هي الفئة الباغية الآن؟ ألقى الكثير ألقوا سيوفهم، لأن الخديعة بعد كشفت، الاحتيال والغش ما نقل بنكهة النبي ونكهة القرآن. الإسلام الذي نقل بنكهة الحاكم اللي يريد أن يتسلط، يعني ينقل إسلام يناسب مقاساته. لما دخل عليهم أبو ذر حمل الإسلام من القرآن، حمل الإسلام من رسول الله، حمل الإسلام من أمير المؤمنين. نفي أبو ذر في زمان عثمان، المن نفي إلى الشام. أبو ذر لم يستطع أن يبقى أياما في الشام. لماذا؟ لأنه توجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يرى أحكام الإسلام تضلل الناس، أن الناس تضلل بأحكام الإسلام، أن الناس تخدع بالإسلام. فوقف أمام معاوية. كتب معاوية إلى عثمان بأنه إذا بقي أبو ذر في الشام راح تحدث فتنة. نقل مرة أخرى على جمل صعب وضعوا له خشبة وقيد عليها، وكانت الجمل يمشي يسير والدماء تتصبب من أبي ذر. لما تسمع رواية أن عراقي يمشي في الشام ويمسك به شامي ليطالبه
بأن الناقة التي معه هي له ملكه. تعجب الكوفي، قال له: يا أيها الشامي، أنا وياك ما نختلف، لكن لو نظرت إليها ستجدها جملا، مو ناقة، جمل، وأنت تدعي أن لك ناقة قد ضاعت وهذا جمل. أخذ وحكم معاوية للشامي بأن يأخذ الجمل تحت دعوى أنها ناقته. الرجل الكوفي بقي متحيرا من أمره، لكن لما نظر إليه معاوية قال: أراك متحير. قال: بلى والله، يعني ما معقولة هذا الجو وهاي الأشجار وتغير الجو عليك نستك، كيف نسيت الجمل وأنت ابن الصحراء تحكم له بأنها ناقة وهي جمل؟ قال: لا، أنا أعوضك عن هذا الجمل، وما يضيع الجمل على معاوية، أنا عارفه، لكن رسالة تحملها إلى علي تقول له: يا علي، إن معاوية يقول: جئتك بجيش لا يميز أحدهم بين الناقة والجمل، فكيف يميزون بين علي ومعاوية؟ إذن الخديعة وين واصلة؟ أكبر خديعة من تخدع المجتمع باسم الدين، تضلل الناس ويتصورون أن هذا هو الدين، هذا هو الدين. على العموم، لما قتل عمار بن ياسر رضوان الله عليه، قالوا لهم: يا عمي، أنتم يا أهل الشام الفئة الباغية. ألقى الكثير منهم سيوفهم، صاح معاوية في الناس: تأملوا، قال: لسنا من قتل عمارا، أبو اليقظان مو احنا اللي قتلناه، لسنا من قتل عمارا، بل قتله علي إذ غرر به وجاء به إلى حتفه، فالفئة الباغية علي وأعوانه. رجعوا مرة ثانية أخذوا السيوف، زين انحلت القضية. صاح بهم أمير المؤمنين قال: إن كان الأمر كذلك فما قتل المشركون الحمزة، إنما قتله رسول الله، فقد غرر به وأخذه. على العموم، تأويل الكلام هذا من أكبر المعضلات، نأول الكلام ونعطي الكلام أكثر من حدوده، وبالتالي تضيع إرادة المتكلم، تنتهي والكلام كله بعد لا يؤدي مؤداه، لأنه تظهر الرؤية، رؤية المتلقي، أو ما يعرف بالعلم الحديث اليوم بالهرمنطيقية، زين، يعني أن يحمل الكلام غير مراداته. إخواني وأعزائي، القرآن يتكلم في أمر معين، أنت وحدة من اثنين، يا إما تجي للقرآن تقول له: أنا قابل بك، أنا راض بك، وكل ما تطرحه أؤمن به وأدين به وأعمل به. هذا إذا جاءتهم آية قالوا أيهم زادته إيمانا، أن تتبع القرآن، هذا جهة الثانية، أنت إلك إرادة مسبقة وعقيدة مسبقة، تحاول أن تسقط إرادتك وعقيدتك على القرآن، فبالتالي تجعل من القرآن الكريم بمؤديات لغوية معينة تجعله دافعا علما لمعتقدك، يعني تجعل من القرآن في حالة تمطمط الآيات مثل ما يقال، تحاول تلبيس الآيات معاني غير المعاني التي طرحها الكتاب. أعود إلى بداية حديثي إخواني بعد هاي المقدمة. إذن فالكلام يؤخذ به إرادة المتكلم، كيف تكلم المتكلم، ماذا أراد، ولذلك حسن سكوته، ويبقى بعد ذلك فهم الأخرى، فهم الآخر. هذه الآيات: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. إخواني، إذا نرجع إلى الموروث التفسيري نجد أن هناك محاولات حاولت أخذ القرآن والمعاني يمينا وشمالا حتى لا تصب في المعنى والمؤدى الذي أرادته الآيات. حاولت أن تأخذ بالقرآن بهذه الآيات، ولذلك أعطيت الكثير من المعاني ولكنهم لم يصلوا إلى حقيقتها. ومن جهة أخرى كمل فيه الدين.
بمعنى آخر هذا اليوم له حيثيتان: حيثية يئس الكفار فيه، وحيثية أخرى كمل فيه الدين وتمت فيه النعمة. إذا أردت أن تطرح مصداق لهذا اليوم ونعرف من هو أو ما هو هذا اليوم، يجب أن يؤدي هذا اليوم كلا المعنيين. أما أنك تعطي مصداقا تقول في هذا المصداق يئس الكفار، لكن في هذا المصداق لم يكمل فيه القرآن، لم يكمل فيه الدين، لم تتم فيه النعمة، فبالتالي مردود. ولذا كل المحاولات اللي طرحت كانت يائسة، باءت بالفشل. المعنى الأول: اليوم بمعنى مطلق الزمان. قالوا أن اليوم الذي يئس فيه الكفار هو مطلق الزمن، يعني كما يقول أحدنا: بالأمس كنا كذا واليوم صرنا كذا. اليوم مثلا، اليوم بان علينا الشيب مثلا، اليوم مثلا فارقنا الكثير، اليوم نحن بمفردنا، اليوم اختلف عن الأمس. هنا لا يقصد به 24 ساعة، لا يقصد به يوما ما معينا، يقصد به مطلق الزمان. كأنهم يقولون يعني اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، هو يراد به مطلق الزمان. لكن إذا رجعتم إلى سياق الآيات يتبين الخلل في هذا المعنى. لماذا؟ لأن الآيات تبين أن للمشركين عقيدة وأن للمسلمين عقيدة، أن هناك عقيدتان، وبين هاتين العقيدتين صراع، وهذا الصراع انتهى بنقطة معينة. أما مطلق الزمان لا يشير إلى ذلك الصراع الواقع بين المشركين، بين الكفار وبين المؤمنين. مطلق الزمان لا يؤدي هذه النقطة، يعني هناك خلل في الفهم. أضف إلى هذا: إذا كان المقصود منه مطلق الزمان، فالمفروض تتقدم آية إكمال الدين على آية يأس الكفار. يعني تقول الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. لاحظوا إخواني، سياق الآيتين يقول يئس ثم إكمال. السنة الثامنة للهجرة وفتح مكة، يئس الذين كفروا. هنا أولا بودي أن أقف عند فتح النبي لمكة. إخواني، لما دخل النبي إلى مكة فاتحا، جاءها بجيش قوامه 10,000 مقاتل مدججين مدرعين بالإيمان بالله عز وجل، ودخلوا مكة التي طردوا منها واستصغروا فيها أذلة خائفين يتخطفهم الناس. بعد ذلك يدخل رسول الله فاتحا إلى مكة التي أخرج منها بغير ذنب، أوذي فيها، سب فيها، أكثر من هذا حاصروه، وبقي فيها 3 سنين لا يباع له ولا يشترى له، تحت الحصار الاقتصادي. لما دخل نادى المنادي: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرى. واعتقد هذا نداء عادة ما يصدر من الإنسان اللي يعيش في حالة من الضغط ويجد مجال للانتقام. بكى بعض الناس، قالوا له: يا محمد، مو هاي سجيتك ولا هاي أخلاقك ولا هذا قوام الإنسان، تحتاج إلى ما يلجمها. هذا هو الإنسان في نظر الدين. الإنسان في نظر الدين مشروع للتهذيب، أما الإنسان في نظر الغرب مشروع للحيوانة، مشروع لتحويله إلى دابة. يفتحون كل مجالات الشهوات أمامه، كل أنواع الرغبات أمامه. السوق مثلا، ادخل إلى السوق الغربي، كل أنواع التجارة، كل أنواع المعاملات التجارية جائزة في سبيل تحصيل الأرباح. تأتي إلى الإسلام يقول لك: لا، ليس كل المعاملات صحيحة، أكو معاملات أحرمها عليك. لماذا؟ لابد أن يؤخذ. وفي ذات الوقت أنا منتمي لأمير المؤمنين. أي معادلة هذه يا أخواني؟ نضحك على أنفسنا.
كون أنا مطالب بإبراز هوية أمير المؤمنين، هوية أئمتنا، بالتسامح، بالمحبة، المحبة، القيم، بالإيثار، أن الإنسان شوي ينطي حق الغيره، أن لا يكون الإنسان متشدد في كل الأمور، أكو سعة شوية من التفاهم، ما تكون عند الإنسان غلظة، ما يكون عند الإنسان أنا. على العموم اليوم يئس الذين كفروا. فدخول مكة وفتح النبي لمكة هل هو مصداق هذه الآية؟ انتهت المحاولات بضرب النبي وبضرب المسلمين؟ لو ما زالوا يحاولون. وبالتالي يتبين حتى هذا المعنى ليس بصحيح. إذن وين ألقى المعنى؟ وين راحوا إلى معنى آخر؟ أنا على السريع ترى أستعرض الأمور. المعنى الآخر قالوا هو يوم عرفة. النبي علم المسلمين أحكام الحج، ومن عرفة المسلمين أحكام الحج يعني يئس الذين كفروا. ما أدري شنو مدخلية الحج والتعرف بأحكام الحج بيأس الكفار، شنو المسائل الفقهية هذه من جهة. من جهة أخرى بعد فتح مكة وبعد مثلا يوم عرفة أكو آيات نزلت وأحكام تبينت لو لا؟ التاريخ الإسلامي يذكر لنا أن آيات من سورة النساء نزلت. نفس الخليفة الثاني يقول نزلت آيات الربا فدعوه ما تربون إلى ما لا. نزلت آيات، نزلت أحكام. فبالتالي أكملت لكم دينكم غير تامة المعنى لنزول آيات بعد فتح مكة ونزول آيات وأحكام كثيرة. أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لماذا؟ هذا مفعول لأجله يعرب حسدا. شوف، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. زين. وما زالت المسائل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وإن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم من بعد إيمانكم كافرين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. وآيات كثيرة لا مجال لقراءتها كلها. إذن الغاية هم أرادوا ضرب الإسلام ودفع الإسلام، وكل محاولاتهم باءت بالفشل. تأملوا إخواني، ولذلك تأملوا إخواني لما مات رسول الله، حياكم الله، لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شنو اللي صار؟ شرقوا غربوا في الأحكام، ناس تروح هكذا وناس ترجع هكذا. تأملوا إخواني. إذن ما الذي جرى؟ كل الأمور منوطة بمن؟ بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوفوا الآية ماذا تقول الآية؟ إذا ما ارتحنا منه والإسلام يموت معه تنتهي القضية. شوفوا أخواني ركزوا لي. اللي صار شنو؟ اللي صار أن الإسلام المتعلق وجوده بوجود النبي، والنبي ما عنده أبناء، وإذا مات الإسلام. هنا كان أمل الكفار. لاحظوا، وإذا في لحظة يتحول حفظ الإسلام وحمل الإسلام، يتحول حامل الإسلام وحافظ الإسلام وروح الإسلام من الرجل من الحافظ الشخصي إلى الحافظ النوعي. أعيدها، يعني أن النبي إن مات وما عنده أبناء منو يحمل الإسلام؟ وإذا هارون لما صرت تقرأ
رأيت أمي فاطمة قد دخلت ويدها على ضلعها فاستحييت أن أجلس أمامها. ويلي يابا من الوالدة من الوالدة يا حسين يا ابني أنا يا من يا ريت ذباحك أنا يا من يا ريت ذباحك ذبحني اسعدني اسعدني على ابني تحبني أنا من الوالدة من الوالدة والقلب لهفان لهفان ودور عزبني وين ما كان. سيدتي هذا عزاء الحسين والله ودور عزبني وين أنا ما كان. واحد ثاني يقول الزهراء وين راحت يقول أمشي وحدي بالليل والقلب بالجدم قوة. ليش يا فاطمة؟ قالت لا أمشي وانقلب الجدام قوة لقيتك وذرع التربان اقول ان هو مو هو يما وش عند الشمر حرك سوى. قالت له يما يما فرشت عبايت بالليل يوم العاشر بعاشور لقيت الشمل حردامي يما ولقيت الخنصر المبتور يا ابو علي يا يما انا لقيت الخنصر المبتور. زينب يوم اللي راحت الى جسد الحسين تشوف المرأة تبكي قالت من انتي؟ قالت انا قالت لي يما جابيك يا يما من المدينة يما وانت السفر وينك وين يا يما؟ قالت لا يا زينب يا حزينة قالوا لي واليد ذابحين. أقول سيدتي فاطمة يساعد الله قلب زينب يساعد الله قلب زينب اللي تركض يمينا شمالا تدفع الخيل وحوافرها عن اليتامى تجمع النساء تجلس في تلك الخربة قالت لأخويا
للدعاء. لما خرجوا بزينب مروا بزينب على جثث القتلى. أويلي الله أكبر، ساعد الله قلب زينب. قالت قالت لاخويا اخويا لا تقول ما عندك مروءه، والله لا تقول ضيعت الاخوه، انا ما خذتني حسين قوه. قالت لي الغربت بالضحن ريت الله لا ينطيك. ليش يا زينب؟ قال يا الغربت بالضحن ريت الله لا ينطيك، خايب لا تمر على المشرعة من خاطر يوصيك، ما يرضى ضقوة علي لا شافنا البريء، والله ما يرضى ما يرضى ضقوة علي أخي. حوار